أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن على أعدائهم أجمعين. يا هشام، إن العقلاء زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة، لأنهم علموا أن الدنيا طالبة مطلوبة والآخرة طالبة ومطلوبة، فمن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه، ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة فيأتيه الموت فيفسد عليه دنياه وآخرته. الإنسان في الحياة يعمل حسب رؤاه، وأقصد من الرؤية معلومات الإنسان التي دخلت منظومته الفكرية فتكونت منها شاكلته. هذه الشاكلة لها أثر كبير في سير الفرد في الحياة. في هذا المقطع 25 من هذه الرواية، الإمام صلوات الله وسلامه عليه يبين لنا رؤية العاقل تجاه الدنيا والآخرة، وهذه الرؤية طبيعة لم تحدث فجأة وبدون سبب، بل هذه الرؤية ناشئة عن علم العاقل بطبيعة الدنيا والآخرة. فهذه الرؤية ناتجة عن عدة معلومات عن الدنيا والآخرة. من هذه المعلومات التي أشير إليها أيضا في هذه الرواية المباركة أن الدنيا زائلة فانية، وأن الآخرة هي الحيوان، أن الآخرة هي باقية. هناك رواية لطيفة أريد أن أبين لكم كيف أن هذه الرؤية تتكون عند السلام عليكم ورحمة الله عند العاقل. هناك رواية لطيفة، سلام عليكم ورحمة الله، نقلها الفيض الكاشاني رحمه الله في الوافي عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، صبحكم الله بالخير. لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من خزف لاختار العاقل الخزف الباقي على الذهب الفاني. هاي نقطة جدا مهمة، أن الدنيا كيفما كانت تمر وتنتهي. هناك حكاية أن أحد الملوك أوصى بأن ينقش على خاتمه هذه العبارة، أن تنقش على خاتمه هذه العبارة: لو دام لغيرك لما وصل إليه. مولانا زين العابدين وسيد الساجدين صلوات الله وسلامه عليه في أحد أدعيته في التوبة في الصحيفة السجادية المباركة يقول: من ذنوب ذهبت، بل من ذنوب أدبرت لذاتها فذهبت.
وأقامت تبعاتها فلزم. الآن واحد يفكر كل الشهوات التي مر عليها في الحياة، سواء الشهوات المحللة أم لا سمح الله الشهوات المحرمة، كلها انتهى. الدنيا تنتهي، أما الآخرة لا تنتهي، الآخرة باقية، خلقتم للبقاء لا للفناء. فالعاقل عندما يلتفت إلى هذه المعلومة يجعل تخطيطه حسب هذه المعلومة، هكذا يخطط. أنا تخطيطي لازم يكون للآخرة. نعم هناك تخطيط أيضا للدنيا، هناك نظر أيضا إلى الدنيا، ولكن نظر عابر. الذي أمام عينيه دائما الآخرة. هاي من المعلومات التي تشكل لدى العاقل هذه الرؤية. من المعلومات ما أشار إليها الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذا المقطع. الإمام في هذا المقطع يقول العاقل عندما يفكر مع نفسه يرى بأنه الدنيا والآخرة مشتركتان في صفتين، أن كلتيهما طالبة ومطلوبة. الدنيا طالبة ومطلوبة، الآخرة أيضا طالبة ومطلوبة. أما طالبية الدنيا فلأن هناك روايات كثيرة بالنسبة إلى الرزق. نحن عندنا رزقان، رزق مقسوم ورزق مطلوب. الآن بعدين أنا أكو هناك تساؤل بالنسبة إلى هذا المقطع، سأتحدث أكثر عن هذه النقطة. فالدنيا تطلب الإنسان، يعني الدنيا توصل رزق الإنسان إلى الكفاف من الحياة، مضمون لكل شخص مع سعي بسيط كثيرا ما. في الآية المباركة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. نعم الله جعل هنالك أسباب ومطلوبة. الدنيا طالبة مطلوبة أيضا، مطلوبة من لدن أبناء الدنيا. هناك أشخاص يركضون وراء الدنيا. الدنيا جيفة وهناك طلاب لهذه الجيفة يتكالبون على هذه الجيفة. هذه طبيعة الدنيا. الآخرة كذلك، الآخرة مطلوبة. أبناء الآخرة العقلاء المؤمنون يسعون للآخرة، دائما الآخرة نصب أعينهم، فهو يركض في الحياة، يسعى الإيمان، الأعمال الصالحة، الصعوبات لكي يصل إلى المقامات الأخروية. والآخرة طالبة أيضا. كيف طالبية الآخرة؟ طالبية الآخرة لأنه أينما تكونوا يدرككم الموت. حتى إذا واحد فر أينما يفر من الموت، أخير شيء الموت، كل نفس ذائقة الموت. فالآخرة تطلبنا. ولكن الفرق العاقل يرى بأنه هل يضع جل اهتمامه، شوفوا هاي العبارة دقيقة، مو كل اهتمام، لا، طبيعة قلنا لا، يجب أن يكون مقدار من نظر الإنسان وفكره إلى الدنيا، ولكن جل اهتمامي وفكري يكون منصبا تجاه الدنيا أم تجاه الآخرة. العاقل يقول بأن هذه الدنيا أولا زائلة، ما تبقى. أنا حتى لو صرت أثر الأثرياء له ملك ينادي كل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب.
أما البيوت فقد أسكنت وأما الأموال فقد قسمت. هذا آخر شيء بعد، آخر قبر. كلنا الملك مع كفن يذهب إلى هذا القبر، الفقير مع كفن يذهب إلى هذا القبر، ماكو فرق. فالدنيا تنتهي. أنا قد ما كان عندي أموال، ما كانت لنا أموال. والرزق الذي هناك رزق مقسوم اللي به كفاف الحياة، هذا بمقدار من السعي أنا أصل إليه. أما الآخرة لا تنتهي، ودرجات الآخرة ما مقسومة، بحاجة إلى سعي. فيقول أنا خلي اهتمامي أصبه على الآخرة لا الدنيا. شوفوا يا هشام، إن العقلاء زهدوا في الدنيا. زهد في الشيء أي لم يرغب فيه. هذا شيء عجيب. هذا عدم الزهد مو بس في مظهر، لا، له مخبر وواقع في نفسه. رؤيته هكذا اللي ذكرنا كيف تتشكل هذه الرؤية لدى العاقل، اللي العاقل أصلا لا يرغب في الدنيا. نظر أمير المؤمنين إلى شوفوا في كلمات أمير المؤمنين: نظره رؤيته إلى الدنيا، رؤيته إلى الرئاسة. ورغبوا في الآخرة لأنهم علموا أن الدنيا طالبة مطلوبة والآخرة طالبة ومطلوبة. العلامة المجلسي نقل هنا عن بعض الأفاضل وجه الاختلاف في هذين التعبيرين. بالنسبة إلى الدنيا الإمام صلوات الله عليه يقول طالبة مطلوبة، بالنسبة إلى الآخرة يقول طالبة ومطلوبة، فهنا أكو زيادة واو العاطفة. أما في الدنيا أن الدنيا طالبة يمكن أن يقال مطلوبة، بأن تكون هذه الكلمة حال للدنيا. الحال منصوب بعد، الحال وصف فضلة منتصب. وربما يكون مطلوب خبر ثان وأخبر باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء، يمكن. لكن ما هو وجه الاختلاف؟ الآن هذا بعنوان احتمال نذكره كما ذكره العلامة المجلسي قدس الله نفسه الزكية، أنه الدنيا من حقها أن تطلبك. هذا شيء طبيعي وصحيح وحق. تطلبك بمعنى أنها توصل إليك رزقك المقسوم. الآخرة من الحق أن تطلبك، الموت حق، ومن الحق أن تطلبها، لأن ذلك مقتضى العقل. الشارع والعقل يدعون إلى طلب الآخرة، ولكن الدنيا ليس من الحق طلبها، فمطلوبية الدنيا من الباطل وليس من الحق. لذا الإمام في الآخرة يقول طالبة ومطلوبة، أما في الدنيا يقول طالبة مطلوبة. هذا ربما وجه الاختلاف في هذا التعبير، ولكن فيه تأمل. فمن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي هذا الإنسان من الدنيا رزقه. يستوفي يعني يأخذ رزقه الذي جعله الله له إلى آخر ذلك الرزق، إلى الذرة الأخيرة من ذلك الرزق. هناك روايات إن الرزق لا يطلب الرجل كما يطلبه الأجل. الدنيا، هذا لطيف، الدنيا طالبة
الرزق يطلبه، الآخرة أيضا طالبة. تشابه الروايات، إن الرزق لا يطلب الرجل، هاي طالبية الدنيا كما يطلبه الأجل، هاي طالبية الآخرة. وفي رواية أخرى عن مولانا الصادق: ولو أن أحدكم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه، طالبية الدنيا، كما يدركه الأجل، طالبية الآخرة. أما ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة. فالآن إحنا رحنا وراء الدنيا، إلى أين نصل؟ طبعا يدركنا الموت في يوم من الأيام. أي واحد أصلا، أكو شخص في الحياة. هاي رواية لطيفة عن أمير المؤمنين. أمير المؤمنين يقول: من العجيب أن الموت مما يتيقن به الجميع. شوفوا الآن الله تبارك وتعالى، أكو هناك أشخاص وأناس إما ينكرون وجود الله تبارك وتعالى، وإما لا أدري، اللي يقولون لا ندري، لا علم لنا، لا طريق لنا لإثبات وجود الله. هذا بعد من اليقينيات الواضحة. فالله تبارك وتعالى يشك في وجوده لدى البعض، ولكن الموت، أكو عاقل في كل الحياة على طول التاريخ في كل الكرة الأرضية لا يقين له بأن الموت يأتيه في يوم من الأيام؟ له. لذا حتى المحاولات الطبية لتطويل عمر الإنسان، عمره يطول، مو لخلود الإنسان لا خلود له في هذه الحياة. أمير المؤمنين يقول: من العجيب أن هذا الموت من أقوى الأمور اليقينية، ولكن يعامل معه معاملة المشكوك. أنتوا إذا هنا تحت إذا واحد احتمل بأن في هذه الغرفة حية، احتمال يرتب على هذا الاحتمال ما يدخل في هذه الغرفة، ولكن الموت المتيقن لا يعامل معه حتى معاملة الإنسان مع الأمر المحتمل. هذا جدا أمر غريب. لذا الإمام يقول: ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة، فيأتيه الموت يأتي، فيفسد الموت على هذا الفرد الطالب للدنيا دنياه. كيف يفسد الموت عليه دنياه؟ لأن بالموت تنتهي دنيا الإنسان، هذا بعد أعظم فساد. وآخرته كيف يفسد هذا التعبير تعبير مجازي، فإن الموت لا يفسد آخرته عليه، هو أفسد بعدم اهتمامه بالآخرة، هو أفسد آخرته عليه، ولكن بما أن الموت قنطرة توصله إلى تلك الآخرة التي لم يعمرها بالإيمان والعمل الصالح، فكأن الموت أفسده. ولا الموت لم يفسد، الموت حقيقة يفسد عليه الدنيا، لأنه يخرجه من هذه الدنيا، ينهي دنيا، خلاص انتهت دنيا. أما بالنسبة للآخرة هو الذي هدم آخرته، لكن الموت يوصله إلى تلك الآخرة التي لم يعمرها، كما في رواية الإمام العسكري بأعماله الصالحة. خب، هذا المقطع. هناك تساؤل، وهو أنه الآن طلب الرزق، طلب الدنيا، أمر حسن أم أمر قبيح؟ ظاهر هذه الرواية أن طلب الدنيا أمر قبيح، لأن الدنيا هي التي تطلبك، أصلا ما يحتاج أنت تروح وراء الدنيا. الجواب: أولا بالنسبة إلى الرزق قلنا هناك روايات، هناك رزقان: رزق مقسوم يصلك، مثلا رزق الطفل يصله وهو لا يسعى لهذا الرزق. هذا الهواء الذي نتنفسه رزق يصلنا، نحن لا نسعى لتحقيقه. وهناك رزق مطلوب بحاجة إلى سعي. لا نريد أن ندخل في تفاصيل الرزق، ولكن هناك نقطة أشرنا إليها أيضا فيما سبق، وهي أنه روايات أهل البيت يجب أن ينظر إليها بعين واحدة،
وأنه نحن نرى هذه الرواية ونغفل عن الروايات الأخرى. فنحن نرى في سيرة أهل البيت عليهم السلام، في سيرة النبي، في سيرة أمير المؤمنين، في سيرة الإمام الباقر، كانوا يسعون في طلب الرزق الحلال. شخصا كانوا يسعون. أمير المؤمنين كان يصير أجير تارة لطلب الرزق الحلال، كما سامعين قصص كثيرة في ذلك. الإمام الباقر كان يسعى في المزرعة لطلب الرزق الحلال، أيضا هناك رواية. فسيرة أهل البيت، وهناك روايات وآيات كثيرة، آيات وروايات كثيرة تحثنا على طلب الرزق. أنا باختصار شو بعض الآيات والروايات. في الآيات: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. آية أخرى: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذا أنا من الآيات. من الروايات: طلب الحلال فريضة على كل مسلم ومسلمة، الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، العبادة 70 جزءا أفضلها طلب الحلال. وأكو هناك قدح وذم لمن لا يطلب الرزق الحلال. إن أصنافا من أمتي لا يستجاب لهم دعاؤهم، رجل يقعد في بيته ويقول رب ارزقني رب ارزقني، ولا يخرج ولا يطلب الرزق، فيقول الله عز وجل: عبدي ألم أجعل لك السبيل إلى الطلب والضرب في الأرض بجوارح صحيحة. عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه: 3 يدعون فلا يستجاب لهم، رجل جلس عن طلب الرزق ثم يقول اللهم ارزقني. يقول الله تعالى: ألم أجعل لك طريقا إلى الطلب؟ فما هو الحل؟ الجواب: شوفوا هذه الرواية ربما المراد منها الحرص والطمع وطلب الدنيا زائدا على مقدار الحاجة، بل لأجل إرضاء الشهوات. واحد يكون طماعا حريصا نهما، إنسان منهوم في طلب الدنيا، منهوما لا يشبع عن طالب مال، طالب المال منهوم، هذا هو المنهي، هذا هو المذموم. وبعبارة أخرى، أنا أرى هاي العبارة سابقا قلتها، هاي العبارة كلمة مفتاحية في فهم أمثال هذه الرواية، وهي أنه الروايات الذامة إنما تذم النظرة الموضوعية إلى الدنيا. يعني واحد كل نظرة يكون إلى الدنيا وكل الأمر عنده، كل شيء عنده الدنيا، وهو غافل عن الآخرة. أما طلب الدنيا، واحد يطلب الدنيا بنية تهيئة المقدمات الوجودية للأعمال الصالحة. هاي الأعمال الصالحة اللي تصير، هاي المساجد التي تبنى، الحسينيات، الطعام الذي يوزع على الفقراء، المواكب، كلها بالأموال. هاي الأموال كثيرها من الفقراء جزاهم الله خيرا، وقسط كبير منها من التجار، من أصحاب الأموال. طلب الدنيا بهذه النية، هذا في الواقع طلب الآخرة. من له معاش له لا معاد له، هذا طلب الآخرة، وهذا ليس من طلب الدنيا أصلا، لأنه قلنا هاي هنا شنو؟ النظرة طريقية. أنا في مرة أشفع للمؤمنين لكي أقضي حاجات الناس، أنا أروح وراء المال لخدمة الناس، اللي هو من أفضل الأعمال. حتى الرزق المقسوم، الآن في الرزق مقسوم اللي ما يحتاج إلى ساعي، مثل صحة البدن. الآن نحن جالسون هنا والدماء تسري وتجري في عروقنا، هذا رزق من الله تبارك وتعالى. وعيننا ترى، أذننا تسمع، هذا الهواء النقي نتنفسه، هذا كله رزق.
أما الرزق الآخر حتى بمقدار الكفاف يحتاج إلى مقدار من السعي والطلب. على أي تقدير هذا ما ورد في البال القاصر. أما المقطع الآخر إن شاء الله إلى يوم غد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.